جات عندي الضيفه على غفله وباقي تتقول لي شنو غادي تحطي. واني هادي عاوتاني زوينه. قلت لها عندي لا طوغ ديال الحوت وعندي واحد البيتزا ديال الطون شطات ليا البارح ما مسينا كاع راه باقي راه اونتيير. هي تقول لي قلت لها علاش وهي ني تسكت. القور ولفو عند كلتهم طواجن سكسو. ولا اليوم عندي نهار السبت اليوم عندي غير الشقه ديالي اون بليس راه ما قالتهاش ليا ما جات عندي حتى ل 11 ونص 12 الا ربع عاد بدات تتصوني جيت نطلع عليك ونطلع على راجلك كي بقى. قلت لها الحمد لله راجلي مزيان الحمد لله هاد الساعه. صافي البنات وجدت ديك البيتزا درت عليها النيت ديال الطون هي ودرت عليها واحد مطيشه والفرماج ودرت عندي واحد لاصالات درت فيها مطيشه محيده فيها القشره ما ترحمش من القشر مطيشه ولاصوص ديالها وشويه ديال الخل شويه الملحه شويه القزبور وشويه البزار. وهذا هو الغدا ديالي وهذيك لاطوخ ديال الحوت كيما قلت لكم ديال السومو درتهم في الفران تبارك الله دغيا طابوا ليا مع 10 دقائق. صافي قطعتها وجدتهم فوق الطابله هي غير جالسه ليا تقول لي واش دايره النقش في رجليها وفي يديها تقول واش تعاوني والو ماشي بحالنا حنايا تنبداو نتجارو في الكوزينه معاهم. هادشي اللي كان الكبيدات ديالي وبصحتكم وحقكم في الجنه. وفي الاخر درت لها واحد هاد لا طاخت ديال ما عرفت ديالاش. صافي المهم لا طاخت والبراد ديالها تاي مشحر يا سلام تعجبني اتاي بصراحه تبان احسن من القهوه. يلا بصحتكم وحقكم في الجنه. ما تنسونيش بواحد الحركات اللي كتبرا الكبيد قراتو التخمال ديال الثلاجه اللي ما تنتخلاش عليه هو هذا الفيتامين سي ديال الوجه. الا غادي نخملوا هاد الثلاجه خاصنا نهار كامل هي الكبيدات ديالي باش نخملوها. ولكن الحمد لله فاش خملتها هذا النهار لقيت واحد الكارثه في هاد الثلاجه اللي نوريكم. تصدمت فاش لقيت فيها عرام ديال الماء ما عرفت منين جا وتنقول علاش بالضبط الثلاجه ما تبغيش تحل ليا. عرفت دابا السبب هو داك الماء داك التقباد اللي تما راه تبوشات. خاصني غير نديبوشي راه تيكون فيها واحد تكون واحد الحاجه بحال التيو صغير تكون مع الثلاجه تنشدوها تنديبوشي بها هذيك سميتها ديك التقبه. هادشي اللي كاين. المهم انا ديما تنستعمل غير الفينيغ بلون باش تنمسح الثلاجه ديالي البنات وتتبقى تشعل 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 تشعل. شفتوها كيف كانت في الاول يا سلام. هذه تقريبا شهر ما مسيتهاش في الحقيقه. صافي البنات وتندوز لهذوك الجاجات اللي حيت تندير لهم الصابون وجافيل. انا ضروري جافيل راه درت جافيل عاد الصابون ونحك هذوك الجاجات تيبقاو بغيون والريحه يا سلام في الثلاجه مع الفينيغ بلون. ومن بعد غادي نمسحهم وغادي نردهم لبلاصتهم وغادي نحط لكم جوج ثاني حيت الفيديو جا طويل البنات وتنتمنى يعجبكم هاد الفيديوهات ديالي. غير ما تنساونيش بواحد الحركات الاكسبلور راه بزاف منكم تيقولوا لي كلتهم راه ما توصلوناش الفيديوهات ديالكم. الله يرحم لكم الوالدين. ما تنساونيش الحركات الاكسبلور باش كلشي يستافد وكلشي حتى انا تنستافد منكم. حتى انا تنستافد منكم فاش تقولوا لي شي حاجه راه تنديرها وكلشي تيدير الاغلاط الحمد لله راه حنا بشر. هادشي اللي غادي نقول لكم الكبيدات ديالي. صافي البنات وتنستعمل الماء تياد ما تيكونش سخون لا بارد باش تيبقى ليا دغيا دغيا باش تنمسحهم تينشفوا ليا. او هذا هو النهار ديالي وسمحوا لي تعطلت لكم ما حطيت لكم فيديوهات حيت النهار كان مشارجيه الكبيدات ديالي. بيزو. واش نتوما بحالي انا ما نقدرش نشوف شي حاجه ماشي هي هذيك لا في الشغل لا في كل شيء خاصني ضروري نديرها غير تبان لي شي حاجه خاصني نغلب عليها. واليوم راجلي كان عند خوه ومرت خوه مشى شرب عندهم القهيوه وقالت ليه مرت خوه كيفاش تدير كلتم بين الخدمه وبين الدار حيت فاش تنجيو عندكم ديما الدار مقاده وكلشي نقي بحال الا ما عندكمش الدراري بحال الا ما تستعملوش دوك البياس بحال. قال لي يا راجلي اش غادي نقول لكم انا مرتي راه ما تجلس فوق تما تجي هي ديما من البيت للبيت ما عرفت كاع شنو تدير. ولكن بصراحه الله يعطي الخير لمرتي الله يخليها ليا ديما نقى ديما الدار نقيه وهي هذيك ما عندي ما نقول بصراحه تقال ودايها في شغلها دايها في ولدها وراجلها. قال لها ما عندي ما نقول هادشي اللي غادي نقول لك. قالت ليه برافو عليها والله الا برافو واش المغربيات بحال هكذا كاملين. قال لها حتى في دارهم راه ما تتجلس كاع اختها ولا امها ديما الشقه. داكشي اللي شفت. قال لها فين ما مشينا حتى نمشيو عند الناس في المغرب تندخلوا على غفله بحال هكذاك تنلقاو ديما الدار نقيه المغاربه كاملين بحال هكذاك. قلت لي شكرا لك حمرتي لي وجهي دابا. قال لي قلت غير الصراحه
زوجي العزيز تشهالك لي مول فخيت اليوم. هنا طحنت واحد البصله مزيانه البنات وشديتهم البنات باش نغسلهم مزيان ونقيهم. الا كانت شي وحده مهرسه خاصكم تحيدوها، حيت الا كانت مهرسه وكليتوهم غادي تمرضوا يا البنات. ضروري تحيدوا داكشي اللي مهرس استسمح، وتنقيوه مزيان البنات من كل شيء، وتغسلوه مزيان، وتوجدوا واحد القميله وواحد النسمه ديال الحوت حتى هي خاصني نديرها فيها، حيت هما تيديروا فيه الكاس ديال الشراب. حنا ما تنستعملوش داك الشراب، غادي ندير فيه غير نسمه ديال الحوته، وواحد نص كاس ديال الماء يكون صغير حيت هو اصلا تيطلق الماء. وما ديروا لا ملح لا حتى حاجه. الا عندكم القزبور ديروه، انا ما عنديش البنات. صافي، وغادي تشدوه دابا كما شفتوا. غادي ندير في الكاميرا وندير ديك البصله اللي مطحونه طحنتها مزيان البنات تعطي المذاق حتى هي. وهذه هي نسمه، واخا سبقت لكم الاحداث. صافي البنات، غير 10 دقائق، غير الطيب تشوفوهم محلولين صافي طفيو عليهم، ما تخليهمش يطيبوا مزيان باش يقصحوا. والبطاطا ديالي درتها في الاول، درت فيها غير 9 دقائق. صافي البنات، طابت ليا ندير فيها شويه الملحه. صافي هذا هو الغدا ديال العشاء ديالي استسمح. وولدي ما كاينش معشي في برا، هو وصاحبو وامه صاحبو، حتى غادي تجيبوا لي واحد شويه غير انا وراجلي. وتبارك الله شاط البنات، وجاو لدادين 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 لدادين. غير جربوا هاد الطريقه غادي تعجبكم. كما تنجيب لكم افكار سهله البنات ودغيا دغيا. وما تنسونيش غير بواحد الحركه الاكسبلور، واحد القليب، واحد الكومونتير، فضلا وليس امرا. شكرا لكم الكبيدات ديالي، حتى الغدا ان شاء الله. بغيت غير نعرف باش شوهتكم. انا صافي البنات غاديه للخدمه، لبست هاد اللبسه هاد النهار ونشد الطريق معكم، وغادي نبارطاجي معكم هاد النهار. بغيت غير نجاوب شي وحدين. الحمد لله الخدمه راه حلال البنات، ماشي الخدمه ديال الحرام، راه الخدمه ديال الحلال اللي تندير باش تقولوا بان شوهتكم وتطيحوا من قيمتي. الحمد لله. او غادي نبارطاجي معكم هاد النهار كيفاش دزت الخدمه ديالي مع الكليانات ديالي. غادي نمشيو للفورماسيون، غادي ندي عند الطبيب، ومن بعد غادي نمشيو نتقداو بحال شي واحد اخر. غادي نحط لكم الكومونتير ديالو اشنو قال لي. ولا قالت لك انت خدامه غير عند الناس وبغيتي نديروا لك لايك وابوني بحالك، ما كيشرفناش. علاش واش عيب تخدمي عند الناس؟ ما عيبش، انا الحمد لله هذه خدمتي حالا طيبا. وهاد بحال هاد الخدامين الناس داروا بهم الديور، قراو وليداتهم ولاو مهندسين اطباء. الحمد لله الحمد لله. علاش تعيبوا هاد الخدمه؟ باز والله الا باز لكم. هادشي غادي نقول لكم. المهم انا غادي ننسى هذا الموضوع. البنات الكبيدات ديالي جاوبوهم، حيت انا ما تنعرفش نجاوب بصراحه بحال هاد النوع ديال هاد الناس، ما تنعرفش نجاوبهم. ونتمنى هاد الناس كاملين اللي تيتفرجوا فيا ما تنسونيش بواحد الحركه الاكسبر، واحد اللايك وواحد ابوني لاول مره غادي يدخل القناه ديالي يشوفني. نوح عليكم. هنا البنات جينا تقدينا على شي لي فخوي وشي خضره وداكشي اللي محتاجه هاد المراه خدامه عندها مده طويله وتبارك الله عندها 96 عام. الله يطول ليها في عمرها، يخلي ليها صحيحتها. شوفوا البنات واحد الدنجاله عندها النيف. صافي البنات داكشي اللي بغات انا شريته ليها. بيان سور هي اللي غتخلصوا. ونتمنى ما تنساونيش بواحد الحركه الاكسبرون. نوح عليكم.